ازاي اصمم تي في يونت. تابعوا الحلقة بتاعة النهاردة. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن التي في يونت ديزاين. التي في طبعا ده جهاز مهم في كل ديزاين. بيبقى موجود يا اما بحطه في الماستر بيدروم، او بحطه في الليفينج، او بحطه في الريسبشن. تمام. وفي بيوت بنحط في الثلاث اماكن دول. اتكلم بشكل سريع عن كل كيس. لو انا هحطه في الريسبشن، انا في الريسبشن ممكن اعلقه ولا احطه احسن في تي في يونت. وانا ممكن اعمل الاتنين. ممكن اعمل تي في يونت قصيرة والتي في متعلق وراها، او ان انا اعمل تي في يونت جواها التي في ما يبقاش متعلق على الحيطة. لو هو مثلا تي في حجمه كبير وانا عايزة اخليه في ارتفاع قصير، زي ما احنا شايفين في الصور ده ديزاينز مختلفة للتي في للريسبشن. لو انا هعمله في الماستر بيفضل ان هو يكون في وش السرير. لو انا بعمل اوضة اوتيل او اوضة في بيت او في فيلا، يبقى معلق احسن عشان يبقى في مستوى نظري. طيب هل ما ينفعش ان انا احطه على يونت؟ لا، ينفع برضو ان انا احطه على يونت. ما بين ازاي بحسب المسافة اللي ما بيني وما بين التي في، وارتفاع تعليقه، وحجمه كمان. يعني الأوضة مثلا 4 في 4، فأنا محتاجة تي في 40 إنش، غير لما يبقى عندي مساحة 5 في 6 أنا محتاجة تي في 60 إنش، وهكذا. مش بيبقى بختار بمزاجي، لا، بيبقى ليها ستاندرد. وانا كنت عاملة حلقة هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. طيب لو انا عايز اعمل التي في في الليفينج، في الليفينج دايما الناس تحب يبقى التي في كبير، ويبقى عندي سوفة وقاعدة انا مسافة كبيرة ما بيني وما بين السوفة، وبشوف التي في وهو متعلق او هو جوه يونت كبيرة. مفيش حاجة بتقول ان انا لازم اعلقه او ان انا احطه جوه يونت او ان انا احطه على يونت قصيرة. ده بيرجع للديزاينر والاونر هو حابب ايه. زي ما احنا كده عرضنا اشكال كتير للتي في يونت. اهم حاجة زي ما قلتلكوا ان انا براعي المقاس بتاع التي في according للمسافة اللي ما بيني وما بين التي في، وكذلك ارتفاع التعليق. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.